السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربة قسم الموتوسيكلات. عاملين ايه يا رجالة؟ النهاردة كان يوم حر جدا جدا جدا، واضطريت ان انا اعمل مشوار كده رايح اجيب حاجات حمولة، يعني بالظبط 110 كيلو غير وزن انا. فقلت اعمل لكم الفيديو السريع دوت، آه، نصيحة مني ليكم في الحر دوت تمشي ازاي. لو انت مضطر ان انت خلاص تنزل تشتغل في الحر دوت، او تروح مشوار في الحر دوت، او تعمل اي حاجة بالمكنة، تمشي بالمكنة في الحر ده، يا جدعان خلي بالكوا الحر العدو الاساسي والاول والاخير للمكن الصيني في مصر. تاني، الحر العدو الاول والاساسي والاخير للمكن الصيني في مصر. انت اصلا يعني تبريد الموتور بيعتمد على الهواء اللي جاي في المقابل ليه. فانت متخيل انت اصلا ماشي، يعني مش طايق الهواء اللي جاي في وشك من كتر ما هو حر. ربنا يجيرنا من عذاب جهنم يا رب، من الحر دوت. انت متخيل الحر اللي انت نفسك مش طايق، فما بالك بالموتور اصلا بيطلع سخونيه، المفروض ان هو يبرد. الموتور يعني مفيش هواء بارد بيجي في وشه، كل الهواء اللي جاي فيه سخن، فالموتور مش هيبرد، فبالتالي الموتور هيسخن، فبالتالي الزيت اللي جوه هيسخن وهتوصل درجة حرارته لأعلى درجة، واللزوجة بتاعته هتبدأ تخف معاك. فيبقى انت أول ما تحس ان خلاص مجبر ان انت تروح مشوار زي كده، اوعى تقرص على الموتور، اوعى تزود بنزين على الآخر، امشي صلنسيه، سواء بقى على التاني على التالت على الرابع على الخامس، امشي الصلنسيه بتاع الموتور، ما تزودش وتقرص على الموتور. لان القرص وتزويد البنزين على الفاضي وعلى المليان هيخلي المكنه تحت رجلك مولعه. يعني انا مش هقول لكم، انا بقيت ماشي ناس بتجري جنبي بالمكن، انا ببص لهم والله صعبانين عليا. يا جدعان حرام عليكم، انتوا بتهلكوا المواتير، مش عشان حته حديده ما بتقولش ولا اي نفرمه تحت رجلينا. احنا اللي هنزعل بعد كده لو انت حطيت رجلك على الموتور وفرمت وزودت سرعه وقرصت وسخنت الموتور. ما انت هترجع تزعل بعد كده، بعد الشر، مثلا لما تيجي رجلك في بيستم ولا طقم شامبر ولا عمره، ولا هتفتح موتور وهتغير. طب ليه تدخل نفسك في المواويل دي يا جدعان؟ والله الحر دوت لازم تتعاملوا مع المكن بهدوء شويه. فدرجة الحرارة العالية ديت بتأثر على زوجة الزيت. في ناس كتيرة جدا بتشتكي من الزيوت اللي هي بتستخدمها انها خفيفة، فما بالك في الحر دوت. يعني الحمد لله الحمد لله، انا ربنا كرمني بحط زيت بيستحمل الشغل والشقة. فالحمد لله يعني مظبط الدنيا الحمد لله معايا شوية. لكن في ناس اصلا بتشتكي من الزيت اصلا ان هو خفيف معاها، فتخيل بقى لما يجي وكمان بتحط عليه اكتر وبتهلكه اكتر، فهو اصلا مش هيستحمل. يعني لازم تعمل حسابك لو انت شغال بالمكنه، لو بتنزل الزيت مثلا على 800، لا انت لو رحت مشاوير واشتغلت في الحر نزله قبل كده، لان درجه الحراره العاليه دي بتهلك الزيت قبل ميعاده، بتضيع لزوجته بدري. الخواص بتاعت الزيت بتتغير بدري، فانت لازم تعمل حسابك في الموضوع دوت. عشان خاطري خلي بالكم من موضوع الحر دوت. امشي سلانسيه وتقرص على الموتور. في نزلات الكباري امسك دبرياش، لم دبرياشك وسيب البنزين خالص، خلي المكنه تنزل بسرعتها. مش لازم تفضل ماسك البنزين على الفاضي والمليان، خلي المكنه زي ما بيقولوا كده تشم نفسها شويه.
انت كل ما بتلم دبرياج وبتسيب البنزين، عدد لفات الموتور بتنزل للصرانسيل خالص، اقل عدد دورات للموتور. فالموتور يعني بيشم نفسه شويه في شويه الهواء السخنين اللي جايين له دول، يعني بينزلوا درجه حراره الموتور من الدرجه العاليه قوي لدرجه حراره الجو. انت عمرك طبعا ما هتنزل تحت درجه حراره الجو يعني. انت تخيل درجه حراره الجو 40 والموتور حته حديده. فخلي الموتور يشم نفسه شويه، وواحده واحده كده على المكن، وربنا يستر طريقكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.